ابى اتطرق القصه الراشد الخلاوي، وعندي لي ابيات. نعم. راشد الخلاوي طبعا هذا رجل عالم بحر، ان بغيته بالقرآن، ان بغيته بالسنه، ان بغيته بالفلك، نعم، ان بغيته بالشعر. طبعا هو عاش يمكن بدايه القرن الحادي عشر، وفي رواه يقولون بالثامن عشر، يعني له اكثر من فوق 200 سنه الرجل هذا. لكن ما هو بسيط، عاش في فتره الشيخ منيع بن سالم. منيع بن سالم من بني خالد، معروفين طبعا، هكا الحين لهم اماره ولهم مكانه ونفوذ ايام الحكم اي نعم. وكان مقربه من عنده، ليش؟ لان راشد الخلاوي بوقته وكاله انباء. نعم. الحين ما في لا تلفزيون ولا نت. شاعر وعالم، وكان يدوج الديار. يروح صح. رحاله كل ديره تلقاه لها، ويجيب لهم الاخبار ويجيب لهم العلوم ومقرب. الحاصل بالامر أن اللي حول الشيخ منيع بن سالم كأنهم غاروا من أن الرجل مقرب عنده ويجلسه بجنبه مقدر، يعني تخبر. وهذا ديدن الرجال اللي من علية القوم أحيانا يقربون الرجال الغانمين ويصير لهم حساد. نعم. يصير لهم حساد. وكأنهم وشوا فيه وكذا. قال لا، أنا ما أصدق به، أنا ما أصدق راشد، ما هو معقول. قالوا عاد يا طويل العمر، عاد احنا علمناك، عاد تخبر خلفوش وين عطوها. قال ايه، كانهم احنا اعطيناك العلم وانت بكيف. احنا اعطيناك العلم وكاد انهم نبهوش. قال لا، انا بجربه، انا اختبر راشد الخلاوي. كعادته راشد الخلاوي يوم جاء بعد رحلته كان مع، قبل يجي قالوا ولده كالحين عمره 15 سنه، صغير بالعمر. ها انت يا ولد راشد الخلاوي. قال يبا بروح معك لهالشيخ اللي يقدرك ويعطيك من ما شاء الله يكرمك، بروح معك. على ابوه كانه يعني انبسط، يبي يوري او انه يبي يخلي ولده يشوفه بعينه قدره عند منيع بن سالم. قال مشينا. يوم جاء والشيخ منيع يبي يختبره، ما يدري راشد. يوم وصل الا المجلس صاك وجالسين الرجال. بالعاده الشيخ منيع لو كان بجنبه احد مثلا يرحب ترحيب حار براشد الخلاوي ويقول استريح، واللي قام قربه، او ان بجنبه له واحد يقو مثلا من اخوياه عشان لا جو زي راشد والناس اللي لهم حازن المكان لهم. لكن يوم جاء راشد وولده، سلام عليك. يوم سلام يا امير، قال عليكم السلام، اجلس عندك. ايه، ما هي البشاشه الاول ولا هي ايه، ما هو الاستقبال الاول اللي يبيه. راشد ما شاء الله بعيد نظر، الرجل حكيم. يعني الحين وش يقولون الرجال، يقول بعضهم لا فلان صدره يعني نظرته بعيده، ما هو على طول يصبر. هذا من صفات الحلم، صفات الحلم. جلس هو شاف ان الاستقبال ما هو ايه، وتجاهل، ربما تجاهله بالمجلس يسولفون وكذا. راشد حط بينه وبين نفسه، قال انا ابى اجربه 3 ايام يا ابو، ولا هنا الربع 3 ايام. لا يوم جاء من باتر نفس الوضع، ما هنا استقبال ولا هنا. ثالث مره يوم جاء لا ما هو، وانحرج من ولده. يوم جاي بيوريه لقى الجفا. ايه، والولد صغير بالعمر وحكم على طول. ما هو راشد الخلاوي راى التجربه الطويله وله قصص كثيره يمكن يدري ابو ركان وانتم تعلمون بعد كلكم. نعم، معروف راشد الخلاوي. الولد الصغير بالعمر عمره 15 سنه، وانت يا راشد اخذها وسكت. المهم هو يستاذن، استرخص منه وهو يشد راحلته ويروح. لا هو الاستقبال الاول ولا هو العطاء الاول ولا هو ايه، ما وجب. المهم هو يشد، طلع برك من نجد بيروح لدياره. وهو بيختبره انت يا منيع بن سالم. ارسل حدا اللي عنده من اخوياه من العوام هذيلهم، قال بس ارسل له واحد فطين يعني. قال على لك ركوبه وعارضهم بالخط. اللي عرضتهم بالخط قال انا والله خوي رفيق 660 على قولتهم خط، وبي معكم بيقولون حياك الله. مشينا عشان يصلون ديارهم. هو يبي يتسمع، هذا مرسله من منيع يبي يتسمع. سنه يقطع عليهم الخط السواليف. ساكت راشد ولده هم على الخط ساكتين مع هالدرب اللي كلن على ذلوله ولا على مفرسه، هي وهذا يباريهم. غنى الولد منغث الوليد، يوم يقول عنينا
وعنيناك يا ناقتي البارقن ما نثر الماء مخايله. ويزعل الأب وهو يلتفت له زعلان، يعني حنا عنينا وهذا ولا لقينا الشيء اللي حنا نبيه. اي شوف نظرة راشد ما زعل، وللأسف يا أبو ديم له هو الرب. يوم نقرأ التاريخ الأول ونشوف حاضرنا بما أني أنا الشباب، نشوف موقف واحد يطمس مواقف كثيرة. نعم. ينسى الرجل، رد عليه أبوه قال إن كان منيع شح علينا بماله ذكرناه باللي مضى من فعايله. والله شوف المرجلة. شوف المرجلة. نعم. ايه قال ذكرناه باللي مضى من فعايله. المهم وينهره ويتكلم عليه ويسكت الولد. قال اللي باريهم قال يا راشد ارجع 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 عود المنيع. الله الله يوم رجع وطال عمرك. والمهم علمه بس سأل ويقربه من عنده ويجلسه ويثبت لاخوياه ان هذا رفيجي ومعدنها اصيل. اي وش قال منيع للولد يا ابني؟ قال اما الولد علمها، قال الولد الصغير لكن ابوه وش قال؟ قال ابوه قال كذا وكذا ذكرناه باللي مضى من فعل. قال بس هذا اللي نبيه. نعم. ولا الولد جاهل عاد. اي نجح بالاختبار. عاد هذه فطرتني بابيات بسيطه بشاشه المجلس. مجالس كلنا عندنا مجالس، لكن من اللي عليهم الكلام اصحاب المجالس. صح. اللي يقول صياح المرتعد يقول إن كانك تسب شبعة البطن خايب. أصل القرزين النبا والتراحيب. قلت من شر أبوابه على هبة الريح، من شر أبوابه على هبة الريح مفروض يحشم كل رجل يجيله، لأن التصنع ما يجي فيه تمليح. الناس تفرق بس يمين وهزيله، نباك لقلوب النشامة مفاتيح، وضحكة حجاجك من سمات الفضيلة. كلمة وتهذيبك عن الرجم والطيح، وكلمة وترقابك براسها الطويلة. والمجلس اللي فيه للضيف تجريح راعيه يلقى مثل جنسه فصيلة. والمجلس اللي فيه للضيف تجريح راعيه يلقى مثل جنسه فصيلة. وحنا بفضل الله زحول وطحاطيح نشوم عند درب الردى والرذيلة، نقطع من الهمة بعيد المشاويح ونشفق على الطيب من أي قبيلة. نبحث عن وجيه النشام المفاليح أهل المكارم والسلوم النبيلة. وسلامتكم جميعا. وانت سالم بيض الله وجهك ابو رجع. جميلة قصة جميلة وقصيدة جرت جميلة. بعض السوالف ابو ديم والله نستظرف معكم. لا والله ما شاء الله تبارك الله اسلوبك بسرد القصة والقصيد وحفظك ما شاء الله تبارك الله. وحنا